يا صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح الفل. جمعة مباركة عليكم حبايب قلبي يا رب. احنا قلنا بقى نعمل ايه؟ حاجة نفطر بيها كده سريع سريع. فقلنا نعمل الباتيه الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده، بشوية مية وشوية دقيق بس، وما بيتكلفش اي حاجة، وهتعمليه احسن ما تشتريه من الفرن من بره. بصي وشكله تحفة وريحته جميلة وطعمه لذيذ جدا، وهتعمليه ببيتك للأولاد. وبصي عملته بالجبنة، بصي وشكله من جوه عامل ازاي وطري وجميل، وده شكل الجبنة فيه. يا رب يا رب يعجبك، ولو عجبك اوعي تنسيني شير كومنت حلو كده منك. واللي مش عندي يشترك عند ام هاجر، انا مطبخ ام هاجر. وبصي عملت برضو بالسكر زي ما انت شايفة، عملت شوية بالجبنة وشوية بالسكر. وبصي السكر العسل جوه سايح فيه اكنه عسل نحل بالظبط، زي ما انت شايفة، وطري وجميل وقطنية. وتعالى اقولك هنعمله ازاي. معايا نص كيلو من الدقيق، معايا كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية مية دافية، طبعا البيكنج باودر، وخميرة فورية. ما بياخدش معاكي وقت، وهتعمليه على طول في اقل من نص ساعة، وهتبقى حاجة حلوة في البيت لأولادك. اول حاجة هحط شوية ملح، بيكنج باودر، وطبعا هنحط الخميرة. انا كنت المرة اللي فاتت ناسياها، حطيتها قدامي عشان ما انساش المرة دي. تمام كده. وهنزل بالزيت، ممكن تحطي سمنة بلدي او اي سمنة لو انت مش حابة تحطي زيت. وهنزل بالشوية اللبن بتوعي الحلوين دول، وعايزة اقولك شوية اللبن دول كلهم قشطة. تمام كده. هقلب بقى الخليط بتاعي ده في الدقيق، وانا محضرة جنبي شوية مية دافين عشان لو انا عوزت ايه مية اكمل بالمية، حسب الدقيق بتاعك عايز مية ولا لا. اول حاجة اقلب كده بالمعلقة. تمام كده. وبعد كده بقى ايه، قصت شوية مية صغيرة، حطيت شوية مية صغيرة، انزلي بالمية حبة حبة صغيرة عشان العجينة ما تبصش منك. تمام كده. لميت العجينة بتاعتي هعجن بقى بايدي. بصت عوزت كمان شوية مية حطيت، لان الدقيق ده بيقبل المية، في دقيق بيقبل وفي دقيق ما بيقبلش. تمام كده. هعجن العجينة بتاعتي، واديني خلصت العجينة. هلمها كده بالشكل ده وهسيبها بقى تخمر. هقعدها كده ايه ربع ساعة تخمر. هغطي عليها. ومعايا الجبنة مقطعاها كده قطع صغيرة عشان احشي بيها. وادي العجينة معايا خمرت وبقت جميلة. هلم العجينة بتاعتي كده بالشكل ده، وهتعملي بايدك كده وتاخدي الكور الصغيرة بتاعتك. لو انت عايزة تصغري صغري، ايوه كده. وهجيب الصينية بتاعتي وهرص كده فيها، واخد برضه قطعة، وهتعمليها بالشكل ده وتحطي فيها الجبنة وتلمي عليها كده بالطريقة دي، وتكوري الكورة بتاعتك وتسيبيها وتحطيها كده في الصينية، وتحطي العجينة بتاعتك جنب بعضيها. وهعمل كمان واحدة معاكي. هنحط الجبنة كده وهتلمي كده بالطريقة دي. تمام. وهتكوري وتحطيها جنب اختها. بصي سهلة وبسيطة ومش تاخد معاكي وقت، وهتعملي حاجة في البيت لأولادك، وريحة البيت كله بقى هيبقى جميل بريحة الخبيز بتاعك في البيت، ريحة زمان الجميلة بتاع أمهاتنا. بصي بالشكل ده كده، هتكوري بالشكل ده، وتقومي عاملاها كده بإيدك، وتحطي الجبنة كده جواها، وتلمي العجينة كده بالشكل ده، وتقومي مكورة وحطها برضو كده. بصي وهتحطيهم كده جنب بعض بالشكل ده.
بصي، وهعمل واحدة بالسكر معاكي. هتعملي العجينة نفس طريقة الجبنة، وهتحطي شوية السكر بالطريقة دي كده. ممكن تحطي شوكولاتة، ممكن تحطي عسل، بس انا قلت اعملها بالسكر. على فكرة احنا بنشتري قرص بالسكر كده بالطريقة دي. وهتكوري كده الكرة بتاعتك وهتحطيها. وهعمل بقى ايه، كام واحدة كده باتيه للأولاد. هتعملي كده العجينة بتاعتك بالشكل ده، هترققيها بالطول كده باينة الشبع عندك. وهتلمي كده تبرمي العجينة، تقومي جايبة السكينة بتاعتك وقطعاها كده بالشكل ده، وتقومي لفاها. لو انت عايز تحطي فيها اي حاجة حطي فيها، ممكن تحطي فيها شوكولاتة او جبنة او سكر زي ما انت عايزة، بس انا عملتها سادة. واديني خلصت الكمية بتاعتي وعملت كام واحدة كده ايه لدانا بنتي. بصي شكلها عامل ازاي معايا، ومعايا شوية لبن كده حلوين. وكده ايه، انزل على وشها. لو انت حابة تحطي سمسم حطي، مش حابة خلاص. وادي شكلها معايا. عايزة اقولك جالي تليفون ونسيتها في الفرن وغمقت معايا شوية، بس برضو هي حلوة.